موجة الفيضانات المدمرة ما زالت مستمرة في إسبانيا، الوضع الراهن في غاية الصعوبة. غرقت بعض المناطق في مدريد بشكل كامل، وسقوط ضحايا جديدة. يا ترى ماذا يحدث في إسبانيا الآن؟ تعرضت إسبانيا لموجة فيضانات هائلة تسببت في دمار وخسائر فادحة في جميع أنحاء البلاد. اجتاحت عاصفة عاتية مدينة مدريد في ساعات الصباح الباكرة من يوم الجمعة، محدثة فيضانات هائلة وتسببت في تعطل حركة المرور والسفر بشكل كامل. تم إغلاق الطريق السريع M40 جزئياً، وعانت خدمة المترو من تعطلات على نطاق واسع في عدة خطوط. غمرت المياه الغزيرة الأقبية والمرائب وعرقلت حركة مترو الأنفاق في 3 مدن مختلفة. تأثرت أيضاً حركة القطارات فائقة السرعة، وشهدت سقوط أشجار عارمة وازداد الحطام في جميع أنحاء المناطق المتضررة. إن الأمطار الغزيرة التي تساقطت على إسبانيا أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، حيث تم تسجيل وفاة 10 أشخاص على الأقل واختفاء 3 آخرين. لم تكن الخسائر مقتصرة على الأرواح البشرية فحسب، بل تضررت البنية التحتية بشكل كبير، وتعرضت المنازل والسيارات والممتلكات العامة لأضرار جسيمة. مدينة مدريد ومدينة توليدو كانتا من بين المناطق الأكثر تضرراً، حيث اجتاحت مياه الفيضانات المدينتين وتسببت في غرق العديد من المباني والمرافق. تعرضت عربات مترو الأنفاق للغمر بالمياه، مما أثار حالة من الذعر والهلع بين الركاب العالقين. شهدت إسبانيا مشاهد مروعة، حيث تم توثيق لحظة سحب مياه الفيضانات وطفلها بعيداً أثناء قيادتهما سيارتهما في شوارع البلاد. ظهرت الطرق المغمورة بالمياه الغزيرة في كثير من المناطق، وكان التغير المفاجئ في الأحوال الجوية من الطقس الحار إلى الأمطار الغزيرة سبباً رئيسياً لتفاقم الفيضانات. تم تنفيذ أكثر من 2000 عملية إنقاذ.